معلش حضرتك أولا سمعت تفصيل ف يعني في إجبار الزوج على الجماع، هل هو من الشرع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صياغتك للسؤال صياغة سيئة، ويلزم أن تعيد صياغة السؤال بطريقة لا تثير فتنة. إنما عندنا في كتاب ربنا صيغة، عندنا في كتاب الله وعاشرهن بالمعروف، عندنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم لعله يضاجعها. عندنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي ذات الوقت عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وعندنا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وفي رواية خيركم ألطفهم بأهله، خيركم ألطفهم بأهله. عندنا نصوص متعددة فهذه الصياغات التي تثير فتنا وتشغل أذهان الناس. عليك أن تعيد الصياغة بصورة مهذبة وصورة مؤدبة حتى لا تنساق وراء العلمانيين من ناحية ووراء الجهل الذين يتكلمون بقلة علم من ناحية أخرى. معلش هذه المسألة عفوا لا تتكلم وتندرج. أنت تقول الذين يقولون الإنسان مسار ولا مخير، يسيرون يبغونها عوجا. فهناك أمور يتأدب في الطرح فيها، وهذه المسألة ليست وليدة الساعة، بل هي من لدن آدم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وصلت مسألة لحد الفتنة يبقى النظر في صياغة السؤال وصياغة الجواب، فلعلي أصيغ المسألة بصياغة طيبة مؤدية للغرض إن شاء الله غير مثيرة للفتن. وأنصحك ألا تنساق وراء الإعلام المفسد وراء أيضا. نعم، لا يجوز إذن. نفس الشخص قليل فقه جدا، هو يريد أن يصل إلى شيء معين.